صباح الخير. فيديو النهاردة هيكون عن روتيني اليومي، بعمل ايه في يومي، ازاي بنظم وقتي وحاجات تانية كتير. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجة بعملها اول ما بصحى من النوم اني بروح التويليت وباخد معايا الفرشة والمعجون وكمان الغسول بتاعي عشان اغسل سناني واعمل المورنينج سكين كير روتين. على فكرة ما تكتروش في المورنينج سكين كير روتين، يعني ما تحطوش برودكت كتير. حطوا استخدموا بس غسول ومرطب وتونر كده تبقى انتوا تمام. وطبعا مش محتاجة اقول لكم انكم لازم تغسلوا سنانكم مرتين في اليوم عشان سنانكم ما تسوسش. وبالنسبة لنوع معجون السنان اللي المفروض تختاروه، هاتوا النوع اللي انتوا عايزينه. انا عن نفسي بجيب اللي هو بالنعناع لان بيدي انتعاش كده وبيدي ريحة حلوة قوي للفم. او انتوا هاتوا اللي بالفحم، اهم حاجة ان هو يكون مقاوم للتسوس. وطبعا استخدموا غسول يكون مناسب لنوع بشرتكم. على فكرة الغسول ده من ستارفل حلو قوي قوي للبشرة الدهنية، انا بقالي فترة بستخدمه. لو حابين اعمل لكم عنه ريفيو اكتبولي في الكومنت. وطبعا بعد ما بخلص كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، بغسل سناني وبغسل بشرتي كويس، ببتدي اتوضى عشان اصلي صلاة الفجر. صلاة الفجر مهمة جدا ولازم نصليها في ميعادها. وعلى فكرة انا سمعت معلومة حلوة جدا بتقول ان اللي بيصلي صلاة الفجر في ميعادها بيكون في معية ربنا باقي اليوم، يعني بيكون في رعاية ربنا وحفظه باقي اليوم. عشان كده ارجوكم حاولوا تصلوا صلاة الفجر في ميعادها. بعد ما بخلص صلاة ببتدي اني ارطب بشرتي باستخدام الكريم ده برضو من ستارفل، اسمه ستارفل وايتنج. على فكرة عملت لكم عنه ريفيو قبل كده، هو والغسول بتاعه. لو عايزين تعرفوا عنه معلومات اكتر روحوا اتفرجوا على الفيديو، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس. بعد كده ببتدي بقى اني انا اذكر ربنا شوية، استغفر، اسبح. على فكرة انا ببقى من بالليل حاطة لنفسي عدد استغفار او تسبيح معين المفروض اللي انا يعني اسبحهم واستغفرهم في اليوم اللي بعده. فعشان كده لازم تحاولوا انكم تذكروا ربنا كتير طول اليوم. حاولوا تستغفروا كتير، حاولوا تسبحوا كتير، حاولوا تشكروا ربنا كل يوم الصبح على النعم اللي هو اداها لكم، ان هو اساسا اداكم نعمة انكم تعيشوا يوم جديد، تشتغلوا، اداكم نعمة بيت، نعمة الاهل، نعمة الصحة. عشان كده لازم تشكروا ربنا على كل الحاجات الحلوة دي. وطبعا لازم تقولوا اذكار الصباح لان هي حقيقة هتفرق معاكم جدا، هتديكم طاقة ونشاط كده وحيوية طول اليوم. انتوا مش هتصدقوهم لو داومتوا عليهم، صدقوني هتلاحظوا فرق كبير جدا جدا. انا هنا كنت بقراهم من الموبايل، صدقوني انتوا بعد ما تتعودوا تقولوهم بعد كده خلاص هتبقوا حافظينهم، مخكم هيحفظهم، هم سهلين جدا على فكرة. مش هتضطروا تقرأوهم من الموبايل. وكمان بيبقى فيه كده كتاب صغير بتاع اذكار الصباح والمساء تقدروا تشتروه لو مش عايزين تقرأوهم من الموبايل. بعد كده رحت عملت لنفسي احلى كوبايه شاي بلبن. يعني انا من عشاق الشاي بلبن، بحب اشربه بس بحب اشربه الصبح، بحبش اشربه بالليل عشان ما يتعبليش معدتي وكده، فانا بحب اشربه الصبح. بعد ما شربت الشاي بلبن جه وقت المذاكره. لازم يا جماعه تذاكروا الصبح، بلاش تذاكروا بالليل. انتوا الصبح بتبقوا لسه صاحيين، بتبقوا فايقين، بتبقوا بكامل نشاطكم وتركيزكم، فمخكم هيبقى مركز جدا في الحاجه اللي انتوا بتذاكروها. لكن بالليل بتبقى انتوا طاقتكم مستنفذة، عملتوا كذا مهام على مدار اليوم، فانتوا بالليل خلاص جايين هتبقوا بتذاكروا وانتوا نعسانين جدا. فعشان كده خلوا بالليل للنوم والراحة وللصبح للمذاكرة والعمل. زي يعني ان ربنا جعل الليل سكن وجعل الصبح عشان الناس تشتغل وتسعى، فانتوا ما تعكسوش الموضوع. ذاكروا بالليل بس ذاكروا خلوها مراجعة، يعني خلوها مراجعة على الحاجات اللي انتوا ذاكرتوها الصبح، لكن ما تعملوش العكس. انا هنا كنت بحل باقي الواجب بتاع الماس، لان انا في اليوم اللي انا كنت بصور لكم فيه الفيديو ده كان عليا درس ماس، وكان في حاجات في الهومورك انا لسه ما حلتهاش فقعدت بقى احلها. هو الماس بجد السنه دي يا جماعه صعب وطويل وفيه حاجات كتيره وكله مبني على بعضه، بس يلا بقى نعمل ايه، مش مهم. المهم انكم تذاكروا اول باول زي ما انا قلت لكم، وانكم تنظموا يومكم. صدقوني هتنجزوا وهتعملوا كل اللي انتوا عايزينه وزياده. وطبعا مش هقعد اذاكر في مادة واحدة طول اليوم، فخلصت واجب الماس ودخلت على الدراسات. كان المفروض ان انا اذاكر درس في التاريخ، انا ما باخدش درس في الدراسات وكده، بذاكرها لوحدي وبذاكرها مع ميس مارينا عاطف على يوتيوب، بجد شاطرة جدا شرحها حلو قوي. ولو عوزت حاجة يعني بستعين بماما. المهم ان انا قعدت هنا بقى اذاكر
اهم حاجة في الدراسات تكتبوا التواريخ المهمة زي ما انا بكتب كده فوق على جنب، وتعرفوا كل قائد عمل ايه، كل المعارك حصلت امتى، تعملوا اللي هو خط الزمني بتاع الاحداث. الحاجات دي مهمة جدا. انا بحب ان وانا بذاكر اخطط على المعلومات اللي انا بقراها، بحس ان انا كده بركز اكتر. برضو الاسئله اللي هي بتاعت بما تفسر مهمه قوي يا جماعه، لازم تركزوا عليها. والخرايط دي برضو حلوه، بس يعني ما تركزوش عليها قوي في التاريخ، ركزوا عليها في الجغرافيا. انتوا بقى ذاكروا المواد اللي عليكم اللي المفروض تذاكروها في الجدول بتاع المذاكرة بتاعكم. يعني ممكن تذاكروا عربي، تذاكروا ساينس، تذاكروا دراسات، تذاكروا ماس، اللي انتوا عايزينه. بعد كده كان اخواتي صحيوا، اخويا واختي، فانا بقى رحت عملت لهم بقى كده فطار جميل، فطار المصري الجميل بتاعنا، طعمية والسلطة الحلوة دي، وعندنا الجبنة والطحينة الجامدة اللي الطعمية ما ينفعش تتاكل من غيرها. وعلى فكرة هما بعد كده عملوا اومليت، بس انا ملحقتش اصوره لكم، صورت لكم دول بس. انا اللي قالي الطعميه دي، على فكره انا بحب قوي قوي اكل طعميه، يعني من اكتر الاكلات المصريه المفضله بالنسبه لي. وبعد كده قعدت بقى اغسل المواعين بتاعه الفطار. جماعه حاولوا تساعدوا مامتكم في شغل البيت، اي حاجه، مش لازم تغسلوا المواعين، يعني حاولوا ترتبوا اوضتكم، حاولوا تكنسوا البيت، حاولوا تغسلوا معاها الغسيل. اي حاجه تقدروا تساعدوها بيها اعملوها لها، هيفرق معاها جدا، هتفرح. وكمان هتدعيلكم، تتوقعوا بقى دعوه حلوه كده من مامتكم على انكم بس غسلتوا شويه مواعين. وفي نفس الوقت المواعين اللي انتوا بتغسلوها دي بتاخدوا عليها حسنات، فعشان كده احرصوا على انكم تساعدوا مامتكم في شغل البيت. بعد ما خلصت بقى تنظيف، جاء وقت القراءة. على فكرة القراءة من أهم الهوايات اللي لازم الإنسان يكتسبها، ولازم كل يوم تقرأوا بجد. صدقوني لو ما بتقرأوش انتوا ناقصكم حاجات كتيرة جدا. انا كل صفحة بقرأها، يعني كل فصل بقرأه في الرواية دي بروح حاطه له قلب كده عشان ابقى عارفة اللي انا قرأته. يا جماعة صدقوني القراءة ليها فوائد كتيرة قوي للإنسان، بتوسع مداركه، بتخليه يستغل أوقات الفراغ اللي عنده، بيعمل إن هو يقرأ رواية، يتعرف على شخصيات خيالية جديدة كده. موضوع يعني الناس اللي بتقرأ فاهمة أنا بتكلم عن إيه. وفي نفس الوقت على فكرة دلوقتي بقى في مسابقات للناس اللي بتقرأ، بتدي جوائز حلوة جدا. أنا عن نفسي اشتركت في كذا مسابقة منهم، كنت باخد مراكز يعني على مستوى المحافظة باخد المركز الأول. فلو عايزين أكلمكم عنها اكتبولي برضو في الكومنتس. دلوقتي جه وقت الرياضة. يا جماعة الرياضة مهمة جدا جدا لجسم الإنسان، لازم تلعبوا كل يوم رياضة، يعني على الأقل نص ساعة رياضة ونص ساعة تمشوها. لازم نص ساعة المشي دي كل يوم، لازم تمشوا على الأقل نص ساعة، وتلعبوا رياضة تمارين زي اللي هي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي نص ساعة. الرياضة هتفرق معاكي جدا، جسمك هيبقى صحي، هتديكي نشاط، هتديكي طاقة، وفي نفس الوقت هتعملي الشيب اللي انت عايزاه. فعشان كده لازم يا بنات تلعبوا رياضة. طب يا جماعة بعد ما عملنا كل الحاجات الحلوة دي، جا دلوقتي وقت اللي احنا نقرأ الورد بتاعنا من القرآن الكريم. لازم يا جماعة تخصصوا لنفسكم ورد من القرآن الكريم تقرأوه يوميا، هيفرق معاكم الموضوع ده جدا. انا بالنسبة لي الحمد لله يا رب، الحمد لله انا حافظة القرآن الكريم كله. فبالنسبة لي الجزء اللي بقرأه ده بيبقى مراجعة، مش ان هو مجرد قراءة بس انا براجعه. مش مجرد انكم بس تقرأوا القرآن بس، لازم لا تقرأوه وتفهموه وتعملوا بيه. يا جماعة القرآن هيجيب لكم راحة نفسية وطمأنينة انتوا ما تتخيلوهاش. فعشان كده احرصوا انكم تقرأوا كل يوم على الأقل صفحة واحدة من القرآن الكريم. بعد كده انا كان عليا درس، فانا بقى قعدت اجهز ادواتي بتاعة الدرس ده. جهزت بقى الكالكوليتر عشان عندي درس ماس، حطيت بقى الآلة الحاسبة، وحطيت القلم الرصاص والقلم الجاف والمسطرة والكتب. يعني جهزوا ادواتكم، ومليت ازازه ميه وكنت حطاها في الفريزر عشان تسقع بسرعه يعني. المهم انا ما كنتش عارفه ادخلهم، فانا طفيت الكاميرا وبعد خناق كتير دخلتهم جوه الشنطه. بصوا بقى على الترانزيشن الجامد ده عليا. لبست بقى ورحت بقى نزلت عشان اركب واروح الدرس بتاعي. انا بركب مواصلات عادي، فانا هنا بقى كنت بتمشى لحد ما الاقي عربيه. احنا في الصيف هنا مبقاش فيه عربيات كتير. المهم خلصت بقى ورجعت، وجوقت بقى الدلع كله اللي انا اعمل لنفسي حمام زيت. الزيت ده يا جماعه حلو قوي، زيت جوز هند اللي هو من باراشوت، بعمل بيه حمام زيت لشعري بيبقى حلو قوي. وجهزت البيجامه اللي انا هلبسها، وحطيت البودي سبلاش. بصوا بقى دلعوا نفسكم، كل البرودكتس اللي عندكم استخدموها. عندكم بودي لوشن حطوا، عندكم بودي ميست حطوا، كل اللي عندكم استخدموه. احنا هنعيش كام مره، زودوا بقى على نفسكم. بعد كده بعد ما خلصت، بعد ما استحميت سرحت شعري واستخدمت الفازلين. انا بقالي فتره بحاول ان انا استخدم الفازلين كل يوم عشان بيقولوا بيدي افكت حلو.
بعد كده جه وقت العشاء، حاولوا تتعشوا حاجة خفيفة. انا هنا اتعشيت زبادي وكمثرى وعنب، استبدلوهم بأي فاكهة متوفرة عندكم أو أي حاجة خفيفة تانية، مش لازم زبادي وفاكهة. ودلوقتي جه وقت اكتر فقرة بستناها في اليوم كله، وهي اني اتفرج على المسلسل بتاعي الفترة دي. اللي يعرفني يا جماعة يعرف اني مش بحب اتفرج على مسلسلات خالص، وخصوصا المسلسلات التركية، بس المسلسل ده عجبني. كنت بتفرج عليه من السنة اللي فاتت بس ما خلصتوش، فقررت اني اقعد اتفرج عليه. اسمه من يقع بنفسه لا يبكي. احداثه يا جماعة سريعة، احداثه حلوة، فكرته اصلا نفسها جميلة. يعني انا انصحكم جدا انكم تتفرجوا عليه، وفي نفس الوقت احنا بنتسلى، يعني ندي لنفسنا وقت فري في اليوم. المهم انكم تحاولوا دايما تعملوا حاجة بتحبوها في اليوم عشان تتحفزوا ويبقى عندكم طاقة ونشاط لبكرة. يعني خلي عندكم وقت فري كل يوم، ما تدوش كل حاجة شغل شغل مهام مهام، لا، ادوا لنفسكم راحة عشان تشحنوا طاقتكم من جديد. وطبعا قبل ما ننام لازم نشوف احنا حققنا ايه من المهام اللي احنا كاتبينها في كراسة التنظيم بتاعنا، ونكتب مهام اليوم اللي جاي او اللي هو يعني بكرة. فعشان كده انا هديت الاضاءة بتاعة الغرفة، شغلت الاضاءة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، وجبت الكراسة بتاعة المهام بتاعتي، وبدأت اشوف انا ايه اللي عملته ومسحته، وبدأت اكتب المهام اللي انا المفروض اعملها بكرة. الخطوة دي هتساعدكم جدا جدا في تنظيم حياتكم كلها، مش يومكم بس. على المدى البعيد هتحسوا انكم متحكمين في حياتكم، عارفين ايه اللي المفروض عليكم وايه اللي لازم تعملوه من غير ما تكتبوه في كراسة اصلا. اخر حاجة بعملها قبل ما انام اني بظبط المنبه بتاعي، عشان انا ما بعرفش اصحى من غير المنبه يا جماعة. وبس كده، ده كان روتيني، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. تصبحوا على خير.